مساءكم نور وسعادة وراحة وأمان وسلام. من عماد خلف من وراء الميكروفون، يسعد مساكم. تحياتي لكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف، زملائي بالكنترول شيرين وأرينو. طبعا ضيفي بالاستديو الدكتور الأخصائي بجراحة القلب الدكتور شيروان بهجت عمر. نحن وأنتو رح نرحب بضيفنا لحتى نبلش بحلقتنا. يسعد مساك دكتور شيروان. مساء الورد. أهلا وسهلا فيك. متابعينا، موضوعنا هو رح يكون عن مرضى جراحة القلب. رح نحكي عن كتير مواضيع مهمة، بتمنى الكل يشارك البث لحتى أصدقائكم يستفيدوا من هاللقاء المهم كتير. الدكتور شيروان اختصاصي بجراحة القلب مثل ما ذكرنا، خريج مشفى تشرين الجامعي، طبيب اخصائي جراحة القلب في مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو. لحتى تنضموا لنا ولحتى تتفاعلوا، اي حدا عنده سؤال بما يخص امراض القلب وجراحة القلب فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101، عبر البث المباشر يلي برات البلد. حتى إذا كنتوا هون عبر أي سؤال على البث المباشر تنضموا لنا ورح نجاوب على سؤالكم. والواتساب أيضا فيكم تنضموا لنا 093 82 80 81 4. بنرحب فيكم مرة تانية ورح نبلش أيضا بحلقتنا وبموضوعنا اللي هو جراحة القلب. كمدخل دكتور شيروان لموضوع لقائنا، ما معنى جراحة القلب يا ترى، إذا جاز التعبير لغة واصطلاحا؟ جراحة القلب كاختصاص هي بتشمل العمليات الجراحية اللي بتتداخل على القلب عبر شق الصدر. يعني في عنا نحن التدخلات العلاجية اللي بتتم بالقسطرة، بيكون مدخل عبر الشريان الفخذي، بيكون المريض واعي، إجراء أمان وباضة، هون تكون الشبكات والقساطر. جراحة القلب لما بيكون فيها فتح صدر لنوصل للقلب ونجري العملية على القلب، بتشمل المجازات والصمامات. هلا بعد شوي بنحكي عن فروع أكتر. فهي أي عملية بتتداخل على شرايين أو بنى القلب الثانية من خلال فتح الصدر، نسيج عضلة القلب، يعني نسيج عضلة القلب والشريان الأبهر، الشريان الكبير اللي بيطلع منه، وباقي الشرايين الكبيرة اللي بالصدر بنسميه المنصف، يعني الحيز الموجود بين الرئتين. الأوعية الكبيرة اللي بتطلع من القلب كمان هي شغل جراح القلب، لا عند القوس الأبهري، هي الشريان الكبير عم يطلع. كمان المشاكل اللي بتصير فيه مثل تسلخات أو امهات دم، هي كمان ضمن جراحة القلب. تماما. دكتور، ايمت بتلجأوا لهالجراحة اللي هلا كنا عم نحكي عنها؟ ايمت الطبيب؟ هلا بنسمع كتير انه بمنطقتنا كان عم ينعمل عمليات قسطرة قلبية، ينوضع شبكات. هالعمليات كانت سابقا متوفر عنا الاختصاص جراحة القلب. طبعا مرحب فيكم كأطباء بمنطقتكم، ومشكورة جهودكم، كل تعبكم هذا لخدمة أبناء بلدكم. هالاختصاص يعني جراحة النبيلة مثل ما بيقولوا. دكتور، لو تحكي لنا انه ايمت بتلجأوا لهالعمل هذا؟ ايمت يعني بيكون في، يعني ما عاد في مجال الا لجراحة القلب؟ هلا بدنا نحكي بشكل عام، هي نقطة الخلاف دائما بتكون او الفرق بالموضوع البالغين بالنسبة للشرايين، يعني امراض الشرايين. نعم. التصلب العصيدي لما بيحتاج المريض يكون في عنده تضيقات، بيحتاج لإصلاح للشرايين. في طبعا مثل ما قلنا في شق ثاني هو الصمامات، لما بيكون في تضيق شديد بالصمام او قصور شديد بالصمام، يعني في مشكله بصمامات القلب. وفي اقسام، يعني في جراحه القلب التشوهات الولاديه عند الاطفال، بيكون في فتحه بالقلب. يعني في تفرع كثير بالموضوع، ما راح نفوت فيه اكيد. يعني اي فتحه بالقلب او اذيه منذ خلق ما يخلق الطفل احتمال تحتاج جراحة حسب اضطرابات معينة وموضوع شائك. بس رح نركز على موضوع المجازات، انه كان في عنا قبل قساطر وشبكات المنطقة، هلا اجت جراحة القلب. يعني لما بيكون مريض عنده مشكلة بشرايين القلب وبيحتاج لقسطرة، بيكون معرض لخيارين. هلا إذا طلعت القسطرة طبيعية بيكون الحمد لله على سلامة المريض. إذا كان في مشاكل احتمال تنحل بالشبكات. نعم. في أحيانا ما بتنحل مشكلة المريض بالشبكات إذا كان الجذع الرئيسي مصاب. أيوة. أو إذا كان في إصابة 3 شرايين رئيسية ومريض سكري أو أكثر. أو في أحيانا مثلا الشريان الأمامي النازل، الشريان الرئيسي لما تكون إصابة بالمنشأ تبعه بدايته مع شريان تاني. فهون بالحالات هي بنلجأ لجراحة القلب، لأنه القسطرة
ما بتقدر تحل الموضوع وبتكون خطورتها عالية كتير. أما جراحة القلب بتكون يعني أسهل، اختلاط أقل بيكون. تماما. وفي أحيان كمان حالات بيصعب على الطبيب القلبية إنه يحط الشبكة هون، يعني تكون مثلا أهداف المريض كتير صعبة فبيلجأ للجراحة. تماما. دكتور، جراحة القلب شو بتشمل؟ مثل ما ذكرتوا هلا يعني لمحتوا لجزء من الموضوع، حابين لمستمعينا لحتى يستفيدوا، للي عم يسمعونا هلا اللقاء المميز وحابين الكل يستفيدوا، انه شو بتشمل جراحة القلب دكتور؟ هي رح نبلش بالشيوع. يعني أهم عملية عملية المجازات الإكليلية. يعني بالعامي فينا نقول تبديل الشرايين، هيك بنقول يعني لنفهمها للأخوة المواطنين. عمليات تبديل الصمامات أو إصلاح الصمامات. أيوة. عمليات تبديل الشريان الأبهر، إصلاح التسلخات الشريان الأبهر. تشوهات القلب الولادية. أيضا. الفتحات بين الوزنتين بين البطينين. في تشوهات معقدة أكثر بتكون عند الولادة. هاي التشوهات بسميها الخلقية. يعني بخلق الطفل بيكون عنده إما فتحة أو مسار شاذ لشريان كبير أو تبادل بين البطينين. في كتير تعقيدات بالموضوع. حتى في القناة الشريانية كمان بيكون في الشريان، هو القناة الشريانية لازم تسكر عند الولادة، بيكون بعض الأطفال ما بتسكر، فمع الزمن بتعمل مشكلة. هي بشكل عام هي العناوين الكبيرة بجراحة القلب. وجواتها في يعني بالمجازات في عندك عملية القلب النابض، عملية القلب المفتوح، وهيك شوي كل فيها تفريعات. الصمامات في إصلاح وفي تبديل، بس كبنا نفهم المواطنين أنه هي تشوهات القلب الولادية، الخلقية، عملية الشرايين حتى نبسطها، وعمليات الصمامات. هدول الخطوط العريضة. هاي الخطوط العريضة تماما لجراحة القلب. تمام. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو دكتور شيروان بهجت عمر، اختصاصي بجراحة القلب، خريج مشفى تشرين الجامعي، وطبيب اخصائي جراحة القلب في مشفى القلب والعين. عم نحكي عن مواضيع مهمة كتير، او يعني بتهم جراحة القلب اذا صح التعبير. دكتور، لنتطرق على الموضوع إمكانيات والكادر بمشفى القلب والعين والإنجازات اللي حقيقة يعني محمودة، يعني هالإنجازات اللي وخدمت أبناء هالبلد والمنطقة. تحكينا عن الإمكانيات اللي فيكم تخدموها حاليا، واللي عندكم إمكانيات ككادر ولكن ما فيه الأمور اللي تساعدكم لحتى تعملوا هالعمليات اللي معنا متوفرة حاليا. حلو. على العمليات اللي فينا اللي عملناها هي عمليات المجازات الإكليلية. مؤخرا عمليات تبديل الصمامات بلشنا فيها. تشوهات القلب بدي إغلاق الفتحات عن جديد كمان بلشنا فيها للأطفال. يعني بالبداية بلشنا البالغين، وهلا بلشنا بتشوهات الأطفال. تماما. في حدود للأعمار بالأطفال كمان. في أعمار نحن ناطرين أمور تقنية لنشتغل الأوزان الأقل من 20 كيلو. حاليا الأطفال شوي كتلتهم كبيرة بنشتغلون. أيوة. كقدرة ككادر اللي معنا صار عنده خبرة كبيرة، وكان في كادر معنا من الشام كمان. يعني نحن جاهزين لغالب عمليات جراحة القلب، حتى عمليات تسلخات الأبهر وتبديل أم الدم الأبهرية ككادر جاهزين، بس حاليا ما في بنسميه الطعم أو الوصلة الأبهرية الكوندويت. طبعا المشفى وإدارة المشفى بتعمل جاهدة، يعني في لبت كتير شغلات. ويعني لما جينا كان عم نشتغل بس مجازات. قدرنا توفرت الصمامات، قدرنا نبلش تشوهات القلب الولادية. هلا عم نوسع شوي شوي، يعني هي مثل شجرة عم تكبر شوي شوي. يعني الحمد لله. إذا جاز التعبير، أو خلينا نقول إنه الموضوع متعلق بالمستلزمات. يعني في بعض التشوهات الولادية المعقدة هي رح تكون بالعاصمة بتنشغل، لأنه هي بدها مراكز خاصة. يعني جزء كبير من التشوهات الولادية نحن قادرين نشتغلها، وبلشنا نشتغلها الحمد لله، وطلعوا بخير والسلامة كل الأطفال اشتغلناهم مشفى القلب والعين. بس في مثلا الأوزان الصغيرة كتير، وفي تشوهات معقدة كتير مثل البطين الوحيدة، دول بيحتاجوا لمركز مشفى أطفال. يعني بده يكون عندك مشفى أطفال تخصصي وفيه غرفة عمليات جراحة القلب لحد أما الطفل بهالوزن هيك احتمال ما ينخدم عنا كتير. تماما. هاي اللي الصعوبة بالنسبة للكادر. البقية كبالغين
الحمد لله كادرنا قادر ينجز جميع عمليات جراحة القلب عند البالغين. دكتور، دائما المستمع بيهمه موضوع الأسعار والاستفسار عن موضوع الأسعار، ولكن يعني نحكي شوي لحتى نريح نعطي أريحية. وبظن إنه الموضوع هذا يعني كتير مريح للمواطنين وللي يعملوا العمليات. لو تحكينا هيك شوي عن الموضوع هذا. هلا كأسعار يعني بصراحة الأرقام هي المشفى مأجور، بس يعني هي تقريبا ثلث أو ربع الخاص، ربع العمليات اللي تجرى في الخاص، فهي بتوفر كتير على المواطنين وبتقدم خدمة مميزة. مشفى القلب والعين كنظافة وككادر موجود يعني مستلزمات يعني كلها إنه نوعية وجودة أفضل ما موجود بالسوق وبالجوار يعني. فظن هي ممتازة حتى للفقراء. يعني اليوم المريض اللي بده يروح على العاصمة كلفة العملية هون بهالظروف هي مشوار الطريق تقريبا بتصير، وكلفة القعدة بالشام والأوتيلات وهيك. فهي توفير كتير على المواطنين. إذا نسب كتير كويسة يعني. النسب كتير كويسة، تقريبا ربع الخاص تقريبا. دكتور، خلينا نفوت بقى بصلب موضوعنا اللي هو موضوع القلب وهالعضو النبيل بجسم الإنسان. لحتى جميع مستمعينا للي هلا عم يسمعونا، نتمنى الكل يستفيد والكل يشارك رابط الحلقة لحتى الأصدقاء يستفيدوا من هاللقاء هذا. أعراض الشخص اللي عم تصيبه أو نوبة احتشاء أو خناق صدري أو أي خلينا نقول بالعامية مثل ما بيقولوا الجلطة القلبية، لحتى المستمع أي مستمع شاف حدا بمكان مزدحم بالسوق بوين من كان، لحتى يعني يخدموا هالمريض هذا الشخص اللي ربما ينقذه. يعني شو الأعراض اللي بتظهر على مريض الاحتشاء أو الخناق الصدري أو تمام. رح قبل ما أجاوب على سؤالك رح بلش من الأمراض الثانية القلبية. حلو، تماما. بالنسبة لتشوهات القلب الولادية بتكون غالبا في مثلا الزرقة بتبين مع الطفل، تعب، فشل بالنمو، انتهانات صدرية متكررة. طبعا غالب الأطفال طبيب الأطفال عند ولادة الطفل بيفحصوا هيدا الشغلة مهمة، فغالبا بيكتشف المشكلة. أحيانا إذا ما اكتشفت مثلا فتحة بالقلب أو كذا بعمر معين بتعطي أعراض، هي إنه بيكون في زرقة، انتهانات صدرية متكررة يعني. فأنه أنا كل مرة طفلي عنده التهاب قصبات وعم بعالجه عن طفل، لا بفكر ولا مرة بشوف طبيب قلبية، بلكي عنده مشكلة بالقلب عم تعمل له هذا الشيء. بالنسبة للصمامات هاي كمان بتصير عند البالغين، كمان هي بنسميها الزلة التنفسية، يعني اللهتة أو ضيق النفس، سواء عند الجهد، عند المشي أو عند التشطيح. أنا بينام المريض بحس ضاق نفسه، بيجلس بحس حاله ارتاح شوي، أو بيكون في مرات مثلا نفس بالدم، هاي بمراحل متأخرة. بس غالبا كبداية بتبين أعراض تعب أو زلة عند الجهد، يعني لهت عند الجهد أو تعب بالصدر أو ألم صدري. هاي كمان غالبا هيك بتكون بيكتشف المريض، يعني لا بيراجع طبيب صدري أو قلبية. بالنسبة لسؤالك، موضوع الشرايين هو الأشياء، وهي المشكلة الكبيرة عند العالم، وهي الإسعافية. هي مريض الصمام بيمطر مرات سنين، الصمام بيكون تضيقه متوسط، بيزيد شوي شوي، بيكتشف المريض وبيتعالج بالوقت المناسب إلا نادرا. بس مريض الشرايين إذا انهمل احتمال يكون يسبب الوفاة له. يعني هون أشعة بيكون موضوع أقل من الحالات الثانية. بالنسبة للخناق الصدر، الألم الصدري، الألم القلبي لحتى نصفه، بيكون ألم ضاغط خلف القص، يعني خلف عظم القص شوي للجهة اليسار، بيكون ألم ضاغط، مثل يعني فينا نشبه بالعامية مثل بلاطة بتكون على الصدر، شيء ضاغط على الصدر، مو نقطة معينة. أحيانا بيجي مريض بيقول عندي أنا نخزة بالصدر بهالنقطة، هذا ما أنه ألم قلبي غالبا. الألم القلبي بيجي مثل ضغط على الصدر، بينتشر أحيانا، في له انتشارات، يعني بيكون احتمال بالفك السفلي، بالكتف الأيسر، بالمعصم أو باليد اليسرى، بيكون مترافق أو تنميل أو خدر باليد اليسار، ضيقة نفس أو زلة تنفسية. هي بالنسبة للخناق هلا عم نحكي، يعني هو التضيق اللي ما بيعمل أذية، بيكون في تضيق بينقص الأكسجين عن العضلة القلبية، بيتعب المريض، بيتألم، بس ما بيوصل لمرحلة الاحتشاء. فهلا عم نحكي بالخناق. عند الجهد كمان المريض هو عنده تضيقات، هو مرتاح ما بيصير عنده أي أعراض، بس عند الجهد يعني هو مثلا طلع درج وصل الدرجة الثاني الثالث بلش يتعب، أو صار عنده ألم صدري، صار عنده زلة، ضاق نفسه، تعب، كل هاي أو غشي مثلا، بلش يتغيم وعيه أو داخ، هاي كلها
يعني بتعتبر خناق جهدي. لازم ندور على سبب قلبي، نتأكد إذا في مشكلة قلبية أو لا، أو عند المشي الطويل، أو عند العمل الشاق، تماما. عند أي جهد بالبيت يعني غير روتيني. طبعا الموضوع بيزيد، يعني يبلش عند المريض بالجهد الكبير، ولما بيتعب القلب شوي شوي حتى عند أبسط الأعمال بيصير هذا الجهد موجود، بيصير خناق. يعني بيجي باليوم 3-4 مرات على أبسط على درج واحد، مثلا قبل فترة كان عنده على الدرجين 3، بيصير بيتعب القلب أكتر وأكتر. هيدا الأعراض تبع الخناق. هي أهم شيء الألم الصدري، الضغط. احتمال لما بيكون بيصير احتشاء، نوبة الاحتشاء بيكون الألم كمان ألم ضاغط قوي على الصدر شديد، غالبا بيترافق مع تعرق بارد، ضيق نفس شديد، احتمال يترافق مع مثلا غشي، تغيم وعي أو دوخة أو يوقع المريض. كمان بيترافق نفس انتشارات الألم، ألم بالإيد اليسار أو بالفك السفلي أو بالكتف الأيسر. هاي الانتشارات الشائعة على الألم القلبي. بس يعني بنوبة الاحتشاء مثل ما قلنا احتمال يترافق مع ألم مع تعرق بارد أو ضيق نفس. هي كمان العلامات المهمة. إذا ترافقوا هدول الأعراض مع بعض لازم المريض يروح عند طبيب القلبية فورا. خاصة الألم الصدري الضاغط، ما يستهين المريض بالألم الصدري الضاغط. حتى الألم اللي بأس أعلى البطن اللي بنسميه نحن طبيا ألم الشرسوفي، يفضل يعني إذا اللي يراجع طبيب وينعمل له دائما، حتى لو عند طبيب هضمي ينعمل له أول شيء تخطيط قلب إلى لنفي السبب القلبي، لأنه أحيانا احتشاء السفلي بيكون الألم مو خلف القص، بيكون أدنى شوي، يعني بالشرسوف، منطقة الشرسوف نسميه أعلى البطن. تماما. مستمعينا بنتمنى لكم السلامة والصحة طبعا أكيد. بنحب أذكركم إذا عندكم أي سؤال فيكم تطرحوه عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429-101. مستمعينا أو مشاهدينا على البث المباشر بوير عربي، أي سؤال تطرحوه أكيد رح يجاوب عليه الدكتور شيروان. وعبر الواتساب 093-82-80-81-4 أيضا رقمنا الواتساب. عبر أي رسالة فيكم تنضموا لنا. عم نحكي عن موضوع الخناق الصدري والاحتشاءات والأعراض اللي عم تظهر على مريض. خلينا بالعامية نحكي لكم إياها، إنه مثلا أعراض مريض قلب مثلا. دكتور، نقاط مهمة كتير كنت يعني حابب حطيت عندي هيك، حابب أسهلها أو يعني عبر المنبر بويار. دائما هو برنامجنا توعوي أكثر ما هو صح. كتير مرات من الأشخاص أو المرضى بيروحوا عن طبيب داخلية بنفس الوصف بنفس الألم، فالطبيب ما بيشخصه أو ربما يعني ما يعمل له تخطيط قلب أو الإجراءات اللازمة، ربما يشك بألم مرارة أو كذا، اللي هو حسب الطبيب اللي بيقدر هالموضوع هذا. نصائحكم أو يعني خلينا إذا جاز التعبير لندائكم لأطبائكم الزملاء، سواء الأطفال والداخلية اللي بيكونوا متعاونين مع أطباء القلب ليوصلوا لنتيجة لخدمة المريض هذا. نقاط مهمة مثل ما عبر الهواء قبل ما نفوت تحت الهواء الدكتور شيروان حكى عن موضوع انه طفل او عبر شاب وصل لعمر معين وما نعرف انه هذا الشاب معه فتحة بالقلب، وهالشي هذا طبعا بيبين عندكم. دكتور لو تحكوا لنا عن هالموضوع هذا. بالنسبة لموضوع الأطفال، التشخيص غالبا يبلش من طبيب الأطفال، يعني الانتهانات المتكررة، سماع نفخة بالإصغاء، هون طبيب الأطفال لازم يكون متوجه. أحيانا هو عند الولادة بالسماعة طبعا بيطلب استشارة طبيب قلبية وبينعمل إيكو، بيتشخص الموضوع بالإيكو. مثلا دكتور الزرقة هي كمان تشوهات مثل رباعي فالو، في كتير تشوهات تانية. الزرقة حتى عند المشي أو اللعب، الطفل بيلعب مع مثلا رفقاته بيكون بصير معه النوب زرقة أو بيتعب، بيوقف ما بقى فيه يركض. هاي العلامات اللي بتخلي تستدعي إنه واحد يستشير طبيب أطفال، طبيب قلبية. تماما. بالنسبة لزملاء الأطباء اللي صار في عنا جراحة قلب بالمنطقة الحمد لله، وهن الحمد لله يعني بيستشيرونا دائما. بتمنى أي طبيب حتى يعني بالمدينة الأمور ميسرة أكتر، بس بالأطراف إنه أي عارض قلبي من اللي حكيناهن ما ينهمل الموضوع. يكون التركيز دائما الموضوع القلبي موضوع مهم طبعا، ما ينهمل. في الأمثلة اللي هي قلت لها تحت الهواء، مريض اشتغلته فتحة بين زيتين عمره 27 سنة من فترة قريبة، إنه 27 سنة لجديد اكتشف إنه عنده مشكلة بالقلب. كان في ضخامة كبير بالقلب. الدم نحن بنسميه يعني الشنت، هو الدم اللي بيروح عبر الفتحة
صار في بالاتجاهين، يعني فينا نقول بالعامين تعب القلب كتير لدرجة كنا محتارين، أخذنا استشارات كتير من أساتذتنا لحتى عملنا العملية إنه صار بتنعمل عملية ولا لا. أيوة. اجتنا كمان من فترة صبية بعمر 20 متأخرة كتير على العملية. هون أنا ما بلوم الطبيب الداخلية، دائما في حالات الأهل بلكي بيهملوا الموضوع كتير. وصلت لمرحلة صار معها ضخامة بالقلب وصار تغير اتجاه الدم، يعني صار البطين اليمين عم بضخ الدم على اليسار. هون ما بقى بتنعمل العملية هون بالبلد يعني تماما. للأسف صارت معرضة للموت البطيء أو تروح يعني لبلد تاني لزراعة قلب، احتمالات خطورة عالية وفاة عالية للأسف يعني. تماما. خسرت فرصة الجراحة. تماما. دكتور معنا اتصال، نحن ناخذ اتصال ونرجع للنقطة اللي كنا وصلنا لها. فيكم تحطوا سماعة لحتى نسمع مستمعنا. الو مساء الخير اي بارباش. الو 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 ممكن تعلي الصوت. الو الو صحتك بالدنيا عماد خلف، تفضلي. يا هلا، معك منار من دمشق. منار من دمشق، يا اهلا وسهلا، تفضلي اختي. اهلا فيك، الله يسلمك يا رب. بس بدي اسال الدكتور شيروان اذا في سؤال. تفضلي اسمعك دكتور. هلا انا عندي والدي بعمره 63 سنه. ايوه. عمل من فتره عمليه قلب مفتوح من شي سنه تقريبا. سلامته ان شاء الله. ميرسي. فبس بدي اعرف انه ممكن يصير في حالات انسداد للشريان بالمستقبل او لا؟ عمره 67، عمل عملية مجازات إكليلية شرايين ما؟ نعم. ايه طبعا. هلا هي العملية ان شاء الله يعني كانت ناجحة وكذا وامور المريض منيحة، بس مثل ما سكر الو مثل ما سكرت الشرايين الرئيسية اللي هي على القلب، هي شرايين طبيعية النيتف نسميها، فاحتمال الوريد اللي شلناه او الشريان الجديد اللي حطيناه كمان يسكر. نحن هون لازم نضبط عوامل الخطورة، يعني عوامل الخطورة هي انت فتحتي موضوع حلو كمان كنا ناسينه. عوامل الخطورة للتصلب العصيدي اللي هو بيسكر شرايين القلب، اللي هي عم تسمعيني يا اختي ما؟ السكري، التدخين، ارتفاع الشحوم، البدانة، كل هالشغلات لازم ننتبه لها، وارتفاع الضغط طبعا. هدول 5 هن اهم شيء. فانا بعد العملية اذا مريضي بدخن بدي اوقف التدخين. السكري بدي اضبط السكر كتير وبدي اعمل له حمية سكر كتير قوية، وبدي اتابع الادوية بشكل دوري عن طبيب الغدد او طبيب القلبية المشرف. اذا في بدانة بنحاول نحف شوي، والضغط اكيد رح نضبطه. الامور هي كلها بتساعد للتصلب العصيدي يخف عنده. يعني هو التصلب العصيدي موجود لما بيخلق الطفل لا يكبر، بس في عند ناس عندهم بيتسارع اكثر. العوامل الوراثيه له دور، والنمط حياه المريض، النمط الكسول، والاكل السكريات الكثير، والفاست فود، الغذاء السيء اللي عم ناكله، هيدا كمان له دور كثير. فلازم نعدل الحمية ونمط الحياة، هدول بيلعبوا دور كتير، بالإضافة لتطبيق وأخذ الأدوية القلبية اللي هي طبيب القلبية أو جراحة القلب اللي وصف له إياها. بس إن شاء الله يعني مثل عملية المجازات إذا كان المريض ملتزم وكذا بتعطيه عمر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر جدا. أهلا وسهلا فيك أخت منار. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أي حدا عنده أي سؤال بمجال جراحة القلب ما يتردد يشيل السماعة ويتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429-101. الأرقام واضحة عبر الشاشة متابعينا للي عم يسمعونا أو يشاهدون عبر البث المباشر. فيكم تكتبوا السؤال عبر البث المباشر بويار عربي أو عبر الواتساب، رح نجاوب على السؤال أيضا 093-82-80-81-4. رح نرجع لموضوعنا للنقطة اللي كان الدكتور شيروان يعني وصل له، كان عم يحكي لنا عنها. طبعا رح نوسع موضوع عوامل الخطورة أيضا، كان نقطة مهمة كتير. تفضل دكتور. تمام. بالنسبة لعوامل الخطورة مثل ما ذكرنا، يعني هي أهم شيء السكري، التدخين، فرط الشحوم، الدم، البدانة، وارتفاع الضغط، والذكورة كمان، هي مو بإيدنا نغيرها. والعوامل الوراثية كمان، في ناس عندهم الأهبل الخسار أكتر أو هبل التصلب العصيدي، هدول الاثنين ما فين نغيرون. العوامل 5 الثانية الإنسان فيه يضبطون. تغيير نمط الحياة هذا كتير كمان مهم. الرياضة كتير مفيدة.
فحتى لو المريض حط شبكة أو عمل جراحة القلب احتمال يرجع يعاني المرض القلبي. مؤهب هو مؤهب ورح ينصاب يعني، بس يكون بعمر متأخر تماما، يعني يعيش حياته لعمر معين هو بصحة جيدة بعد تمام. العمل الجراحي أو بعد وضع الشبكات. تمام. نرجع لموضوعنا ونقطنا اللي كنا وصلنا لموضوع كنا موضوع نحكي عن الصبية اللي يعني بعمر 20 وتأخرت على إجراء العمل الجراحي، خسرت فرصتها. نعم. هون يعني هي اجت من نقول انه مناطق طرفيه بالمحافظه. يعني يفضل يكون اطباء اللي شافوا موضوع العمل الجراحي يكون حاسم، قرار العمل الجراحي ما يتخير المريض فيه. تمام. لا بين الشبكات والجراحه نهائيا ولا موضوع التشوهات القلبيه. موضوع الادويه ما بيحل هيك شغلات. يعني في زملائنا الاطباء بيعرفوا، طبعا ما رح نفوت بالارقام وكذا، في فتحات بتسكر باعمار معينه، بس انه الاستطباب واضح جدا، لازم يكونوا حازمين بهالشيء. وبالنسبه لك كمان موضوع الشبكات او جراحه القلب، يعني حابب احكي هالنقطه. لاحظت من خلال مراجعات المرضى لي بالعياده في كتير مرضى خسروا فرصه جراحه القلب يعني عمليه المجازات الكليه نتيجه راي طبيب معين او نتيجه راي اهل المريض. نحن بهذا الموضوع لازم نكون علميين ونمشي حسب الاستطبابات العالميه الواضحه. هي مثلا كوننا عم نحكي لاخوتنا المواطنين، اجتني مريضه من كم يوم عمرها 75 سنه اكثر شوي، عندها كتير امراض، ومن 8 سنين عملت قسطره وخبروا اطباء القلبيه مشكورين انه بدها جراحه قلب يعني. نعم. طبعا المريضه رفضت، نحن ما عملوا اطباء زملاء اطباء في عم نوعي العالم بشكل عام. تمام. في مرات الاهل كتير احيانا هن كمان بيهملوا هالفكره. المريضه كان عندها وقتها خناق، اليوم الخناق زاد كتير، الألم الصدري زاد كتير، نوبات اللي عم تجي أكتر بكتير، ما عاد فيها تكمل حياتها. اجت هلا بدها تعمل عملية، الوضع يعني فايتة بقصور قلب ومشاكل بالكلية، ما بقى العملية بتفيدها كتير، خطورتها بتزيد ونسبة الوفاة بتزيد كتير. بتنعمل العملية بس بخطورة وفاة أعلى وبعمر أكبر، بينما لو عمرت هي كانت بعمر شباب أصغر فرصتها أحسن. أكيد. هاي الفكرة حتى يعني بهيك مثال انه جاء عنا طبيب من ألمانيا، طبيب داخلية قلبية، فقالنا انه هو لاحظ يعني هاي فكرته، قال انه لاحظ انه هون بالاعمار الشباب بفضلوا الشبكات لانه بيكون موضوع حدي. نعم. الموضوع فيه خلاف، بفضلوا ما عم نحكي عن اطباء القلب، نحن بنحكي بشكل عام يعني عن اطباء، عن الواقع، عن المجتمع متداول يعني. كمتداول. نعم. الاهل خاصة الاهل هن مرات بيجبروا الطبيب حتى بفضلوا الشبكات، وبيكبر المريض مع هالشبكات، بتسكر كذا، بيتعب، بيرجع لجراحة القلب. بينما عندهم غير هيك، الشباب هن اللي بيعملوا جراحة قلب. حلو. بيكبر المريض، بيصير إذا صار في بعدين رجع تصلب العصبي، سكرت الأهداف، سكرت الشرايين اللي عنده، بيرجع بيصلحوا بالشبكات. يعني عندهم الجراحة الأعمار الأصغر والتصليح للشبكات. تماما. بينما قال لي عندكم بالعكس انه بتكون الشبكات هي الخيار الاول، بتصلحوا بالجراحه. فانت لما بتعمل جراحه بعمر كبير الوضع اصعب على المريض، بينما لو عملها بعمر شباب تعطيه عمر. ايوه. بعدين هو بيكون بعمر كبير تصلح بالشبكه، اجراء اسهل الشبكه، المريض واعي، تخدير موضعي. هاي الفكره كمان حبيت نوه. نقطه مهمه جدا دكتور، الموضوع اللي طرحته، لان انا هون خطابنا نحن للمواطنين ما يترددوا موضوع جراحة القلب. الفرصة بتروح، انت اليوم بيكون عندك قال لك طبيب القلب يعني بدك جراحة قلب، اجلت الموضوع سنة سنتين، كبرت بالعمر، زاد عندك مشكلة، صار بالكلية مشكلة، بالصدر صارت خطورة العملية اكبر لدرجة مرات ما بقى بتنعمل يعني، او صار قصور قلب. نعم. فجراحة القلب بوقتها هي بتعطي نتائج امثل، يعني نتائج افضل. وبالنسبة للاطفال هذا موضوع يعني لازم يكون واضح، بتمنى يتوعوا الأهل لهذا الموضوع. أكيد. موضوع الإهمال شفت كتير، خاصة بعض المناطق النائية لاحظنا حالات إهمال، يعني شيء من الأسف من بعض الأطباء اللي بأطراف المدن أو شيء من الأهل. تمام. يعني مريض 27 سنة اللي تأخر خسر فرصة كثيرة يعني كبيرة. تعب يعني عشوي كان رح يخسر فرصته بالجراحة. وفي حالات كتير يعني
ما بقى من عملهم شيء. تماما. مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو دكتور شيروان بهجت عمر، اخصائي بجراحه القلب، خريج مشفى تشرين الجامعي، طبيب اخصائي جراحه القلب في مشفى القلب والعين. موضوعنا عم نحكي عن جراحه القلب. دكتور كمان حابين هيك بموضوع الزمن الذهبي إذا جاز التعبير العامي، عم نقوله كثير من المرضى بيهملوا انه الطبيب بيطلب منهم، طبيب مريض راجع طبيب بالعيادة او بالاسعاف طلب منه انه يعمل استقصاء، اجراء استقصائي هو القسطرة القلبية. فالموضوع هذا ربما الاهل او المرافق او المريض هو نفسه ما يتقبل الفكرة او السرعة بوصول المركز للنقطة المهمة أو الإجراء المعين. هاي الموضوع هذا حابين لو تحكي لنا عنه، موضوع توقيت العمل الجراحي أو إجراء الاستقصائي كالقسطرة أو الشبكة. مثل ما حكينا هي هلا بجراحة القلب ونحكي عن القساطر والشبكات كمان، لما بيكون في خناق جهدي في وقت مع المريض، بس يفضل بس تشخصت الحالة من قبل طبيب القلبية وطلب منه إجراء القسطرة التشخيصية وقام بالإجراءات الثانية، يعملها أبكر ما يمكن، لأنه أنت ما بتعرف بأي لحظة التضيق الموجود بيعمل لك احتشاء. لما بيصير احتشاء بتأذى جزء من العضلة القلبية. إذا ما لحقت تعمل الشبكة بالوقت المناسب بيصير في ندبة، يعني في منطقة احترقت راحت ماتت هاي من العضلة القلبية، أنت خسرت جزء من المضخة تبعك. فانه الاستطباب ما رح نحكي الاستطباب الطبي، كلنا يعني زملاء اطباء بيعرفون، احنا بنحكي للاهل وقت بينطلب منك من الطبيب الاخصائي لازم ما تاجل الموضوع. مرات الحيره والتاجيل بتاذي المريض كتير. تماما. لما حكينا نحن عن اعراض الخناق، بس تصير اعراض الخناق يفضل مراجعه اقرب مشفى افضل يعني، والتواصل مع طبيب القلبيه. الشبكات نفس الشيء، يعني لما بيتقسطر المريض وبيطلب منه طبيب القلبي وضع شبكات. كمان نفس موضوع الجراحة، أنت لما بتأجل الموضوع أو بتفكر إنه يمكن الدواء يفيدك، حتى في ناس يمكن بتضل على الأعشاب، في كتير حالات شفناها للأسف. أنت بلش العضلة القلبية بتعاني من نقص تروية مزمن، بفوت باعتلال عضلة قلبية، بيتعب القلب يعني بالعامية بيتعب القلب كتير، بيصير فائدته من الإجراء بعدين أقل، بيتأزم. هذا غير موضوع احتمال يتعرض لاضطرابات نظم، يعني احتمال يصير معه توقف قلب مفاجئ، رفانات، يخسر حياته نتيجة الإهمال هذا أو التأجيل هذا. في مرضى للأسف يعني بيكابروا على الألم أو كذا. في قصة هيك يعني حزت بقلبي، والد أحد أصدقائي الغالين هو خبرني إني يقول بس مشان توعية العالم. تماما. يعني إن إحنا مثلا بنفتح مراكز وبنشتغل وكذا بننسى الموضوع التوعوي. يعني المريض ما بيعرف كثير، لازم نحكي. والد أحد أصدقائي يعني هو شخص مثقف وواعي وأستاذ، عانى من نوبة ألم صدري، أهمل الموضوع، تأخر الوقت شوي، ضل شي 5-6 ساعات عم يعاني من ألم صدري. رجع على البيت، كان الوقت حظر كمان للأسف، الحظ السيء يعني الله يرحمه. رجع للسوق لبين كان العيادات مسكرة، وصل عند عيادة وصار في تأخيرات معينة لحتى فقد وعيه، لبين ما أسعفوه عالم وراح لمشفى، كان للأسف وصل متوفي، يعني خسر فرصته. فإنه هيدا غالبا هي نوبة احتشاء قلبي عملت له ضعف بالعضلة أو اضطراب نظم قاتل يعني للأسف. يعني هاي القصة كتير حزينة. نعم. بتأثر كتير. الشخص كان يعني بعمر الشباب فينا نعتبره يعني نتيجة الحظ السيء أو عدم التوعية للأسف هيك صار. فنتمنى من كل حدا بيصير عنده ألم صدري ضاغط، يعني هلا كتير حالات صاير في وعي مقبول، كتير حالات بتجينا بيكون نخزات بالصدر، حتى الشباب ما بيهملوا الموضوع، الحمد لله هيدا شغله كويسه. بس في ناس للاسف بيهملوا، مرات انت بتهمل سنين ما بيصير شيء، ومرات تهمل ساعه احتمال تتحول لنوبه احتشاء وتكون قاتله للاسف. بتمنى هيدا الموضوع، قلنا ألم صدري ضاغط بخلف القص بمنتصف القص او لليسار، او حتى يكون احتمال باليمين، يعني ألم صدري ضاغط، تعب مع ضيق تنفس، فورا أنا براجع مشفى أفضل أو طبيب قلبية. تماما. طبعا وصلنا لنهاية اللقاء دكتور. دائما بنوقف لموضوع ونركز على موضوع التوعية والنصائح الوقائية مثل ما ذكرتوا. النقطة الأخيرة اللي وقفنا عندها دكتور رح نعيدها بشكل أوسع للمستمعين، للي عم يسمعون، حتى للزملاء الأطباء اللي اختصاصهم يعني بيكون
متماشي معكم، يعني بيكون في تعاون معكم سواء الأطفال أو الداخلية أو القلبية. نصائح للمواطنين، نختم لقائنا بشوية نصائح من عندكم دكتور شيروان، أخصائي جراحة القلب. النصائح هلا هي أهم شيء بشكل عام المريض القلب. قلنا هي ضبط عوامل الخطورة، هي الشغلة الأهم. قلنا موضوع الدخان، يعني الدخان شغلة سيئة، ما في داعي نحكي عن مريض القلب، هي يفضل الكل يتخلى عنها. بالنسبة لمريض القلب هي شغلة حتمية، لازم يتخلى عن الدخان، تأثيره كتير سيء على الضغط، على تقبض الشرايين، على العضلة القلبية، على التصلب العصيدي. يعني موضوع السكر كمان، بشوف كتير مرضى السكري يعني بياخدوا أدوية كتير سكري وما بيستفادوا، لأنه للأسف ما بيلتزموا بالحمية. نحن بالحياة دائما في صراع يعني بين الشر والخير، أو بين رغبة الإنسان وبين الصح. فلازم يعني موضوع السكري ما انه بهالشيء صعب. لاحظ كتير مرضى وبستغرب انه بيضلوا مصرين مثلا ياكلوا خبز او نشويات، كربوهيدرات، خبز. ما رح فوت بتفاصيل الأطعمة، يعني نحن بننصح لمرضانا بالعيادات يتقيدوا بالموضوع ويتقيدوا نصائح طبيب الغدد، فيهم يتغلبوا على السكر ببساطة. يعني المواضيع الثانية تغيير نمط الحياة، المشي، النشاط، يعني نوع من الرياضة الخفيفة كمان ينصح بها لمرضى القلب. المشي كتير كويس، رياضة المشي السريع لمرضى القلب رياضة كتير كويسة. مراقبات دورية، يعني اليوم الحياة تطورت والوسائل زادت. أنا كنت عم تواصل مع طبيب زميلي بألمانيا، حكينا عن كيف إنه عندهم جراحة القلب هي بيعملوا الأعمار، يعني بيجي المريض عمره 80 90 بيعملوا. نحن بالسبعينات والخمسينات، لا بالأربعينات عم صاير عم بلش. فحكينا عن موضوع الرفاهية والهي أو الالتزام، قال لي لا، ما هو موضوع بس التزام، أو مثلا قال حتى عندنا موضوع الفاست فود والسكر وهيك موجود كتير، بس هي طبعا بيفرق موضوع التأمين كمان، إنه موضوع المريض فورا بيروح عند الطبيب. هي الفكرة، إنه أنا فورا براجع الطبيب. يعني قال لي ما هذا الموضوع الفرق، قال نمط الحياة كمان عنا سيء، بس نحن المريض في مراجعات دورية. حلو. لعند حتى هنيك في أطباء أسرة، نحن فينا نستطيع بأطباء الداخلية العامة الموجودين عندنا، أطباء القلبية الموجودين صدري، يكون في يعني دائما في تواصل، يعني يكون في طبيب للعائلة نتواصل مع هذا بشكل دوري. حتى أنا مثلا ولو ما عندي مشكلة، أنا وصلت لعمر معين لازم أعمل تحاليل شحوم، أشوف السكر تبعي، فحوص دورية. بيكون التشخيص أبكر، بيكون العلاج أفضل. يعني فهي كان الفرق، إنه حتى هنيك إنه بهالأعمار إنه في علاج متكرر. يعني أنا بال50 بيعمل شبكة، بيرجع بيعمل بيضل. يعني العلاج الطبي المكثف بيطول العمر، أعمار بيد رب العالمين يعني، بس بيساعد كتير بهذا الموضوع. فموضوع التوعية هي النقطة المهمة. أنا ما بهمل شيء، يعني صحتي أنا ما لازم أهملها، الألم الصدري ما لازم استهين فيه، عوامل الخطورة حكينا عنها، وتغيير نمط الحياة، هي الشغلات المهمة. وبسمع نصائح الطبيب. بسمع نصائح الطبيب. بنهاية اللقاء هذا بنشكركم كتير دكتور شيروان بهجت عمر، أخصائي بجراحة القلب، خريج مشفى تشرين الجامعي، أخصائي جراحة القلب في مشفى القلب والعين، على الاستضافة الحلوة والمعلومات الجميلة. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك أستاذ عماد، تشرفت بوجودي معكم على إذاعة بوير. شكرا كثير، شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا. بنتمنى نكون استفدتوا من هاللقاء والمعلومات، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.